النهارده هنتكلم عن السقا. السقا هو واحد من اكتر الناس المثير للاهتمام. يعني لو انت مثلا ماشي في مول ولقيت تجمع في المكان اللي انت متواجد فيه، اعرف ان السقا بيلعب مع بتوع الامن MMA. لو لقيت مثلا عربيه مقلوبه وفي شخص بيساعد، اعرف ان السقا برضه. النهارده كلامنا هيبقى عن السقا وانه ازاي ممكن يدخلك الجنه. بس قبل ما نخش في اي حاجه، انزل لي بالانترو. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ طيب ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه ايه الاساسيه. القرف طيب. ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ الله يرحمه ويحسن اليه. وده يعني سليمان ده نموذج اللي هو مش هيتحاسب، ده داخل الجنه داخل الجنه على مسؤوليتي الشخصيه. انا اصلا انا عشت معاه اكتر من اهله. السقا طلع في لقاء تلفزيوني مع استاذ عمرو الليثي، وكان بيتكلم قد ايه انه استاذ سليمان عيد الله يرحمه كان طيب بزياده، لدرجه انه قال عليه انه مش هيتحاسب وهيخش الجنه من غير حساب على مسؤوليته الشخصيه. تحس من طريق كلامه انه معدي من كمين اصلا. استاذ سليمان عيد راجل محترم وكلنا بنحبه فعلا، بس مين حضرتك علشان تقول مين يدخل ومين لا؟ او من جدعنته ممكن يدخلك الجنه حرفيا. انا اقرب واحد فيزيكالي لخالد بن الوليد. انا ما اخترتش خالد بن الوليد هباء. يعني انت لما ترجع للكتب وللصور وللرسومات والتقديم وهنا مثلا الاستاذ احمد كان طالع في لقاء وكان بيقول انه احسن واحد يقدر يعمل دور خالد بن الوليد وبنيته الجسديه تسمح بده، واللي انا شايفه بصراحه ان هي ما تسمحش نهائيا. لا، واللي زود التيم بله كمان انه ما قالش حتى قريب منه شويه، هو قال انه شبهه بالظبط، نسخه منه. انا مثلا لما بتكلم عن مفهوم الصداقه ما بين الرجل والمراه، يرد على واحد يقول لي لا 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 الشيطان هيبقى تلاتكم. مش لازم الشيطان هو ده ده احنا. شيطان يا عم، صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. شيطان شيطان ايه؟ ايه يعني هيحصل بينكم بتاع ما يحصل يا اخي؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي جرى؟ الله، هي شغلانه بيعملوا مهمه قوي الحكايه دي؟ لا مش مهمه، ولا مهمه ولا لها اي اهميه خالص طبعا. وهنا استاذ احمد بيتكلم عن مفهوم الصداقه بين الرجل والمراه، وان مفيش حاجه اسمها انهم لو قاعدين لوحدهم ان الشيطان هيبقى تالتهم. هو بينكر حديث النبي هو اللي قاله اصلا. هنا استاذ احمد وصل لاكتر حاجه عبثيه عنده، فاستاذ احمد رمزي يرد عليه ويقول له شيطاني وبتاع ايه؟ هو في شيطان؟ ولو عملوا حاجه مع بعض ما يعملوا. وهنا استاذ احمد قال جملتين نفى فيهم وجود الشيطان اللي ربنا ذكره في كتابه، لا ده كمان كمل وحلل الزنا عادي. ده السقا بذات نفسه مستغرب من اللي انت بتقوله. هو قال لك انا هبلت بس مش للدرجه دي. هنا طبعا وانت ماشي في امان الله في مول تلاقي احمد السقا بيعمل عرض مع بتوع الامن، وهنا بيعمل حركه مش مفهومه والناس كلها بتسقف ولا كانه نط من الدور السابع. ثانية واحدة بعد إذن حضرتك وناخد مسافة كده لا قدر الله لو حصل حاجة تحصل لواحد هنهرب تفتحوا عربية. طب حضرتك خلاص هتجيبوا ليه؟ خلاص هو هنا بيقول الكلام بجد، بس انت حاسه اوفر ومتصنع، حاسه برضه بيمثل. وهنا استاذ احمد طلع بليفل الجدعنه سلمتين كمان، وعمل فيديو طلع انتقد فيه اداره ليفربول علشان وقتها كانوا بيقعدوا صلاح دكه، وقعد يقول لهم ان انتوا لولا صلاح ما كنتوش خدتوا كل البطولات دي. وبعدها بساعات الفيديو يتحذف بعد ما بيلاقي كم من التريقه على الفيديو. فانا مش عارف هو مستغرب ليه مع انه ده المتوقع. يعني I'm the same citizenship of coach Mohamed Salah. Look at me. Yes me. Do you love me? You love me. Do you need me? You need me. ولو بيحب واحده هيثبت لها انه بيحبها لما ينط في النهر. طب لو قلت لك تنط من هنا تنط؟ لو ده هيثبت لك انك ايه؟ بص، هو اي حاجه زياده عن اللزوم هتلاقي السقا راشق فيها، لدرجه ان هو ممكن يقعد في اول كرسي في الميكروباص ويلم الاجره ويدي لكل واحد الباقي بتاعه عادي. هو من جدعنته ممكن يخليك تاخد منه الكاميرا ويتقال عليك انك انت البطل مش هو برضه. بس كده كان الفيديو بتاعنا. عارف ان هو مش طويل بس ده تمهيد للعوده. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه عشان ده بيساعدنا اننا نتحسن. اشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم زياد، السلام عليكم. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ طيب. ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه ايه الاساسيه. القرف طيب. ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟